السؤال الذي لا يغيب. فيليب يانسي. سنة 1980 كتب فيليب يانسي وكان سنه 27 سنة كتاب عنوانه بيلخص التحدي اللي كان بيمر بيه وقتها، أين الله عندما أتألم. وبعد 35 سنة أصدر كتاب تاني يكمل فيه رحلته في التحدي مع الإيمان، وده الكتاب اللي قدامكم دلوقتي وعنوانه السؤال الذي لا يغيب. معظمنا وقت المعاناة والألم بيكون جواه صرخة مكتومة أو منطوقة: فين ربنا؟ فين ربنا من الحروب؟ فينه من الأعمال الإرهابية؟ فينه من المجاعات والأمراض والأوبئة؟ فين ربنا؟ سؤال كتير منا بيدور له على إجابة، ومنهم الكاتب نفسه. بيبدأ الكاتب يشاركنا بمعاناته هو الشخصية وموت أبوه في سن صغيرة بعد صراع مع المرض، وصدمته إنه رغم صلاة ناس كتير له إلا إنه مخفش ومات. ومن وقتها والسؤال ده بيطارده: فين ربنا من دايرة ألامي؟ بيقول لنا الكاتب إنه توصل إن الألم خلفية ثابتة لحياة كتير من الناس. البعض بيتعايش مع الأمراض المزمنة، والبعض مع الشعور بالوحدة، والبعض مع الاكتئاب، ده غير اللي فقد أقرب القريبين له. خلال الصفحات الأولى بيسرد فيليب يانسي بعض الكوارث منها الطبيعية ومنها الإنسانية، ما بين تسونامي اليابان اللي حصد أرواح 19,000 شخص، وما بين الطالب المتفوق دراسيا في أمريكا اللي هجم على مدرسته وقتل 20 طالب وطالبة و6 مدرسين، ده بعد ما قتل مامته في البيت. وبيحصر الكاتب دايرة التساؤل في 3 استفسارات: فين ربنا؟ ليه ده حصل؟ وليه حصل لي أنا؟ وبيطمنا الكاتب إن نوعية الأسئلة دي مش المفروض تخضنا، لأنه سبق وطرحها أشعيا وقال: لماذا أنت إله محتجب؟ وإرميا صرخ: لماذا تكون كإنسان متحير كجبار لا يستطيع أن يخلص؟ واستشهد كمان برأي بعض الناس اللي بيقولوا إننا لما بنقول الحقيقة اللي في قلوبنا بنكون قريبين قوي من ربنا. بيقول الكاتب صراحة إن بعض المؤمنين ممكن يتسببوا في تفاقم معاناة الآخرين بالظبط زي أصحاب أيوب. يعني مثلا لما إندونيسيا اتضربت بتسونامي في 2004 طلع بعض المبشرين وقالوا ده غضب ربنا على الأمم الوثنية. أو مثلا لما حادثة كبيرة تحصل وناس كتير تموت واللي نجيوا من الحادثة يقولوا ربنا بيحبنا إننا سيبنا المكان قبل الحادث بدقايق. طيب وبالنسبة للي ماتوا، يا ترى ربنا ما كانش بيحبهم؟ بينصحنا الكاتب قبل ما نقدم تعزياتنا لشخص متألم نسأل نفسنا 3 أسئلة: يا ترى واقع كلماتنا على الشخص ده هتكون إيه؟ هل كلماتي هتجلب له الراحة؟ وإيه اللي يسوع كان هيقوله للشخص ده؟ ويلخص الكاتب فكرته ويقول إننا لازم نتجنب الإجابة على كلمة ليه، لأن الإجابة أكيد هتكون ناقصة، ويمكن تكون زي الملح اللي بنحطه على جرح مفتوح. ولأننا أتباع المسيح فاللي فعلا نقدر نقدمه هو حضور فيه محبة ورأفة يساعد القلوب المكسورة. يوضح فيليب يانسي إنه اتعلم من الكتاب المقدس إننا عندنا الحق نحتج ضد العنف والظلم، مش بس كده، كمان مساءلة الله عن سبب سماحه بوجود عالم بالشكل ده. وادانا مثال إن أيوب عمل كده ووجه كلامه لله مباشرة 58 مرة. والخبر المفرح إن كاتب المزمور يقول: لا أخاف شرا لأنك معي. ودي الحقيقة الوحيدة اللي نقدر نعتمد عليها وقت الكوارث. ويأكد الكاتب أن ربنا أظهر تضامنه معنا بأكتر طريقة ممكن تكون حميمية، وهي أنه انضم لجنسنا البشري في عمانوئيل. في مواجهة المعاناة الكلمات مش كفاية، احنا محتاجين اللي أكتر من كده. الكلمة صار جسدا، برهان حي إن الله ما تخلاش عننا. وفي لمحات قليلة يشرح لنا الكاتب اختلاف الأديان في موضوع الألم. فمثلا البوذية بتقول صراحة إن الحياة معاناة ولازم نقبلها عن طيب خاطر، ويوصي الإسلام إننا نخضع لكل حاجة بتحصل لنا لأنها في النهاية قضاء وقدر. أما الهندوسية بتعلم إننا نستحق المعاناة اللي بتحصل لنا لأنها ببساطة نتيجة لخطايا ارتكبناها في حياة سابقة لينا. أما المسيحية فهي بتركز في المعاناة على مفهوم الافتداء، يعني لو جاز لينا التعبير إعادة تدوير المعاناة على أمل يطلع منها شيء مفيد. ويقول الكاتب حتى لما بتطلع حاجة كويسة من رحم المعاناة إلا إن الذكريات المؤلمة مش هتختفي، فجسد المسيح المقام احتفظ بعلامات ألامه. ويطرح الكاتب فكرة تخلينا إحنا نعيد تفكيرنا في موضوع الألم. بيقول مش ممكن تحتج على شر في العالم إلا إذا كنت بتؤمن بإله صالح، وإلا مفيش معنى للاحتجاج. ويحاول الكاتب يرد على السؤال الذي لا يغيب في 3 أجوبة. الأول: كل ثقة إن الله كائن جنب المتألم، مش بيمنع الأمور الصعبة إنها تحصل،
لكنه بيشارك معاناتنا في شخص يسوع ويحول لنا الشر الخير. التاني بيقول إنه بدل السؤال المحوري أين الله عندما أتألم وخليه أين الكنيسة عندما أتألم. لو الكنيسة قامت بدورها الناس مش هتعذب نفسها وتسأل فين ربنا، لأنهم وقتها هيعرفوا الجواب. ربنا بيتشاف من خلال الناس اللي بيعيشوا الرسالة. والجواب الثالث والأخير، ربنا بيجهز لنا بيت جديد. يسوع بيهيئ تلاميذه على مواجهة أحزانهم الخاصة، وقال لهم إنه هيروح يحضر لهم مكان وقدم لهم بعض التفاصيل الصغيرة محدش قدر من خلالها يتصور أو يتخيل المكان ده شكله إيه. وكل اللي طلبه يسوع إننا نثق في اللي بيقوله لينا. ويختم يانسي كتابه إن الله وحده القادر إنه يقدم حل لمشكلة المعاناة. ولغاية ما يحين الوقت ده بيشجعنا نتمسك بالوعد إنه إله كل تعزية ما بيتخلاش عننا، لكنه بيستمر في عمله الثابت عشان يرجع كل حاجة أفسدها الشر والموت لحالتها اللي كانت عليها. وفي النهاية بيذكر صلاة قالها قس مقاوم للنازية قبل موته وبتلخص كل الإجابات. بيقول: أؤمن إن الله قادر على استخراج الخير من كل شيء، عشان كده يحتاج أشخاص يسمحوله لكل حاجة بتحصل إنها تتلائم مع نموذج الخير. أؤمن إن الله هيدينا في كل حاجة طارئة المقدار اللي محتاجينه من قوة المقاومة، فنقدر نتغلب على كل قلق خاص بالمستقبل. وأخيرا علينا إننا نختار نفضل أو لأ في قصة الفدا مهما كانت غير واضحة بالنسبة لنا، واثقين إن الله هو اللي بيكتب القصة.